وآنسنا بالاتصال بهم وجعلنا أهلا للوقوف بين أيديهم، فأشهدنا بهم خير مشاهد الدنيا وأرشدنا بهم إلى خير معاهد الآخرة. أعزنا بهم بعز لا عز بعده، إلا اللقاء بالنبي وأهله. الخير كله أن وصل الله قلوبنا بهم، والفضل كله أن من الله علينا بعرفانهم. فلا خير في كثير من النجوى إلا بنجوى تتصل بهم وبجدهم. رحب أعز الله بها مصر وأمن الله بها الكنانة. أمن الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بحرم من حرم رسول الله وبحرمة من حرمة رسول الله تتجسد في هذا البلد. من الله علينا بقدوم الإمام الحسين ابن علي ابن فاطمة الزهراء أم أبيها النبي. من الله على هذه البلد بنائبا لحضرة رسول الله. نائبا تجسدت فيه النيابة المحمدية والإنابة الربانية لرسول الله. الحسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. فلا عز ولا سمو لهذه الدرجة لأحد من الأولين ولا الآخرين بما سمى به الإمام الحسين من أعظم سماء جعلها الله سماء لكل سماء. سيد الوجود من قبضه الله من نوره فترسم في السماء أحمد وفي الأرض محمد وعنده المحمود أزلا والممتد حمده إلى يوم اللقاء. وهب الله لنا
وفضل الله علينا عظيم بها. فتعاظم الفضل من عظمة المتفضل به، والمتفضل به سيد شباب أهل الجنة، والجنة كلها شباب، فهو سيد أهل الجنة. ورحمة الله وبركة الله سائرة في معيته، ومتجلات عليه حيث ما حل وحيث ما نزل. فأحل الله بهذا البلد حل لم يسبق له من السمو سابق، ولن يلحقه من بعده لاحق. فليس في السوابق من هم سيدا شباب أهل الجنة في الجنة، ولن يأتي بعد الإمام الحسين والإمام الحسن لاحق ليسود أهل الجنة في الجنة بعد الإمام الحسن والإمام الحسين أبدا. فهم من تنفس رضا الله وارتقيا إليه برضوانه، فهم من سبقت لهم منا الحسنى، وهم من نزل في حق الاتصال بهم، ومن يقترف حسنا نزد له فيها حسنا. هم أنوار الحق ومصابيح التحقيق. نحن في راية سيد الشهداء التحقنا، نحن في راية ابن بنت رسول الله اعتصمنا. ما أتينا إلى هذا الرحاب إلا شاهدين ومشهدين بأننا نعشق ونترسم آية في الكتاب تتلى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نحن ما جئنا إلا لنعقد عقدا مع رسول الله، أمنا فيه لنا عطاؤه وراسم لنا فيه هديه واهتداؤه، حيث ما قال هؤلاء أهل بيتي وعترتي فأروني كيف تستخلفوني فيهما. فما لنا غير قلوب تحمل أجساد تضويها إلى كل رحاب فيه نسائم العترة المحمدية.
وفيه مراسم الثمرة الزكية. من رباط ما بالكم بشجرة أنا أصلها وفاطمة فرعها وعلي لقاؤها والحسن والحسين ثمارها. خير شجرة أوجدها الله للكون رحمة. خير ثمار جعل الله سبحانه وتعالى فيها عين رحمانيته. خير مواصل جعل الله فيها اتصاله بمن وصلها. من ترسم محبة الإمام الحسين يكفيه من هذه المراسم معقدة أن الله سبحانه، لأن من أحبه الله لا يعذبه أبدا. لأن اللي ربنا يمن عليه بهذه المحبة قد أوصله الله بكفء الرضا ومكافأة النجاة، وأعزه الله بعز تتجلى فيه رحمات الله إلى يوم اللقاء تترى. فهذا الرحاب رحب طابت فيه المحبة واستطابت فيه القلوب لوصل رسول الله. رحب عقدت فيه قلوب منذ بدء قدوم الإمام الحسين إلى هذا المحط معاقد تشهد هذه البقعة أجيالا وأجيالا وأجيال جاءت تعانق مواصلها. اللهم إنا جئنا نشهدك ونعهدك أن على رباط محبة رسول الله مترسمين ما أمرتنا به من فريضة تقام وتستقام هنا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهذه البقعة كم شهدت وكم عهدت من أولياء وأصفياء وأرقياء، كم شهدت من أئمة نترسم مذاهبهم عقدوا لواء المحبة هنا. فالإمام الشافعي أحد رواد هذه المودة
ومعقدها ومشهدها. فيكفي الزائرين لهذا الرباط أن يجدد عهد متصل بعهد سبق فيه ترسم مودة أهل البيت، وفيه إشهاد وتشهيد للأمة على هذه المودة. فيه أن جئنا لأكمل من جعلهم الله في الخلق كواملا، وجئنا لسدد من جعلهم الله للخلق سادة في الدنيا والآخرة، وجئنا لمن جعل الله الاتصال بهم رحمة في الدنيا ومرحمة يوم اللقاء. جئنا ليشهد الله ويشهد رسوله صلى الله عليه وآله ويشهد أهل البيت أن وصلنا الله ورسوله في مواصلهم. اللهم اعقد لنا بهذا عقدا وكن شاهدا، ونبيك وملأك الأعلى وملأك الأدنى على نوايا العقاد مواصلنا في هذا الرحاب، واشهدنا اللهم خير ما فيه، واعقدنا اللهم بخير معاقده، وارسم اللهم لنا مراسم النجوى في الدنيا والآخرة، وكن اللهم خير من استجاب لنا إذا سألنا. اللهم أمنا بمآمنهم واشملنا بشمائلهم وخصنا بخصالهم واولنا بهم وبآلهم، واعهدنا معاهدهم وارضنا بمرتضاك بهم، وهيئ لنا خير ما عندك، وارسم اللهم لنا خير ما عندنا في مرضاتك، وهيئنا اللهم لما تحب، واصرفنا اللهم عما لا تستحضر منا في الدنيا والآخرة، منة منك لا وجوبا عليك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. يا الله يا الله يا الله، بسر صواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسائر التبعة والورثان.